هطلب منكم تغمضوا عليكم عشان اول حاجه هنعملها ان احنا هنختار المافيا. المافيا اللي هنعلم عليه دلوقتي حالا ما يفتحش عينيه، ما يفتحش عينيه. المافيا لو سمحتوا لوحدها تفتح عينيها. عرفتوا بعض؟ بسرعه غمضوا عينيكم. هنختار بسرعه الدكتور. فتح عينك يا دكتور، غمض عينك. شكرا. هنرجع نختار الضابط 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 الضابط. اخترنا الضابط. طب فتح عينيك كده يا ضابط. اهلا وسهلا. غمض عينيك بسرعه. المافيا لو سمحتوا تفتح عينيها. مافيا اختاروا لنا حد بسرعه اقتلوه بسرعه. اوكي خلاص. شكرا شكرا المافيا. للاسف يا جماعه المافيا قتلت شخص. لو سمحت الدكتور يقوم يصحى على رجلنا اللي اتقتل. شكرا. الضابط لو سمحت احنا طالبينك للاهميه عشان تكتشف لنا مين اللي اتقتل. مش سوري، مش مين اللي اتقتل، فين المافيا. تشك في مين؟ واحد. شكرا. اتفضل نام. المدينه الفاضله تصحى. يا جماعه للاسف المافيا ظلتنا امبارح بالليل وقتلت شخص مننا. الشخص ده الدكتور للاسف الشديد ما عرفش يعمله. الشخص ده هو اسلام منير. للاسف للاسف يا جماعه، للاسف يا جماعه اسلام للاسف انت غادرت المدينه مقتولا. ده كان لغه عبالي. سلام يا صاحبي، سلام يا صاحبي. مين المافيا؟ حسين؟ شاكين في حسين؟ مين شاك في حسين؟ 4. ارفع ايدك. 4. اكتر 2 شاكين فيهم المدينه هو سامح. 6 اشخاص تقريبا المدينه كلها شاكه فيه. هو شاكك في نفسه. والاستاذ حسين واسلام 4. حسين دافع عن نفسك وقول لنا اقنعنا ان انت مش مافيا. وليه ما كنتش انا الظابط؟ عشان كنا انا المافيا. ممكن بسيطه جدا اكون انا الظابط او كنا انا الدكتور. انت عايز تقول ان انت اللي بتحمي المدينه؟ جايز. اسلام منسي. اعتقد ان هم شاكين غلط لان انا سمعتي معروفه في البلد يعني. سمعتي معروفه جدا. محدش اول مره حد يتهمني. غريبه كده. مضيف صفات. دليل مش مقنع. كلام مش مش مقنع كلامك خالص للمدينه. ممكن تسالهم تاني. سمعتك معروفه يعني. اسألهم تاني. يعني انت شايف انه في حد مؤثر عليهم؟ ايوه. مين الحد ده؟ معرفش. برضه هم يسالوه. انتوا اللي تسالوه. انتوا اللي بتحققوا. سامح انت المدينه كلها شاكه فيك. كل المدينه؟ مش ممكن. اقنعهم بكلمه واحده. اتفضل. لاننا جديد استحاله انت هتختارني. انت عارف ان كله هيشك فيا فاكيد مش هتختارني. مش فاهمين حاجه. انا فهمته. اكيد مش هيختارني لان انا يعني ايه؟ هو عارف ان كله هيختارني. ما هو طبيعي ما هو طبيعي عشان كله هيشك فيا. لان كل يعني عشان سمعتي زي الزفت اصلا. فانت اكيد مش هتختارني. مش هدافع عن نفسي. اكيد نشأت مش هيجازف وهيختارني. نشأت باشا انا مؤاخذة. اسمها الجاد فازر. يعني طبيعي يشكوا فيا. انا كده كده سمعتي زي الزفت في المدينه والناس كلها شاكه فيا اوريدي. فاكيد المدينه مش هتجازف وتختارني. معنى كده ان انت مافيا؟
والله يقولوا انت دلوقتي دفاعك عن نفسك، هم كلهم بيقولوا ان انت مافيا، وعلى اساس كلامهم احنا ممكن ناخدك نحبسك ونقتلك. هم حرين. دافع عن نفسك في اخر كلماتهم. هم مش عارفين اهميه المدينه دي.